بذمتك دي ازدواجيه في المعايير ودبل ستاندردز ولا لا؟ واحد زي ايلون ماسك ثروته بتساوي 228 مليار دولار، هل بيدفع ضرائب على كل الفلوس دي؟ طبعا لا، عشان دي مجرد فلوس على ورق، دي قيمة الأسهم اللي بيمتلكها في شركة تسلا، إنما لا تعتبر فلوس حقيقية. طب هل دي المشكلة؟ الحقيقة لا، المشكلة ان نفس الفلوس اللي على ورق دي يقدر يروح بيها لأي بنك ويقول لهم انا عايز اخد قرض، يقولوا له طب فين الضمان؟ الكولاترال، يقول لهم الضمان هو الاسهم اللي بمتلكها، اللي هي نفسها ما اعتبرهاش قبل كده فلوس حقيقية وما دفعش عليها ضرائب، انما يقدر ياخد فلوس بضمانها، فلوس الناس اللي في البنك، ويعمل بيها مشاريع ويوسع شركته ويكسب وسهم تسلا يرتفع وثروته تزيد اكتر وبرضه ما بيدفعش عليها ضرائب. عرفت ليه الاغنياء بيزدادوا غنى والفقراء بيزدادوا فقر؟ يا ترى شايفين ده عدل؟ هل المفروض يتاخد ضرائب على قيمة الأسهم الكابيتال جين تاكس، ولا المفروض تترفض القروض اللي بضمان الأسهم؟ اكتبوا لي رأيكم